طبعا يا جماعه الاربع فرق المصريه اللي شاركوا في البطولتين، الاثنين اللي شاركوا في بطوله افريقيا صعدوا اللي هم الاهلي وبيراميدز، واللي شاركوا في الكونفدراليه برضو صعدوا اللي هو الزمالك والمصري. ايه ازيكم عاملين ايه؟ النهارده كانت قرعه دوري ابطال افريقيا وبطوله الكونفدراليه. تعالوا بقى نشوفوا ايه نتائج القرعه وايه اللي حصل في الاربع مجموعات. يلا بينا. المجموعه الاولى وقع فيها الفرق مازيمبي الكنغولي، يانج افريكانز، الهلال السوداني، مولودية الجزائر. والمجموعة التانية بقى وهي مجموعة بردك من المجموعات اللي هتلاقيها شدة شوية، وهي سان داونز، الرجاء المغربي، الجيش الملكي، مانيميا الكنغولي. اسمائهم غريبة أوي الكنغوليين دول. والمجموعة التالتة بقى واللي أكتر المصريين فرحانين بيها هي مجموعة النادي الأهلي. الأهلي، شباب بلوزداد، اورلاندو الجنوب افريقي، واستاد ابيجان. المجموعه الرابعه بقى واللي هتبقى مجموعه سخنه جدا جدا جدا، مجموعه الترجي التونسي. الترجي التونسي، بيراميدز، سجرادا، دوجيليبا المالي. وكده نبقى قلنا نتائج قرعه دوري ابطال افريقيا. ندخل بقى كمان على الكونفدراليه ونشوف المجموعات بتاعتها ماشيه ازاي. وطبعا يا جماعه الاربع فرق المصريه اللي شاركوا في البطولتين، الاثنين اللي شاركوا في بطوله افريقيا صعدوا اللي هم الاهلي وبيراميدز، واللي شاركوا في الكونفدراليه برضو صعدوا اللي هو الزمالك والمصري. تعالوا بقى نشوفوا نتائج قرعه الكونفدراليه. بيقول لك في المجموعه الاولى بقى سيمبا التنزاني، الصفاقسي، شباب كوسونتينا، ديماكيوس. في المجموعه الثانيه بقى اللي على راسها النادي الاكثر او الاكثر مشاركه في الكونفدراليه وهو نادي نهضة البركان، واستاد مالي، ستيلين بوش، لوندا سول. المجموعة الثالثة استاد العاصمة، أسك، جراف، أوروبا يونايتد. المجموعة الرابعة بقى واللي هيبقى فيها ضرب نار حرفيا وهتبقى من أحسن ماتشات الكونفدرالية اللي فيها الفرقتين المصريين واقعين مع بعض. فيها الزمالك المصري حصل اللقب الموسم الماضي، وفيها النصر البورسعيدي، وطبعا معاهم انيمبا وبلاك بولز. وبكده نكون عرفناكم نتائج القرعه بتاعت دوري الابطال ونتائج قرعه الكونفدراليه. يلا سلام.